الإعلام الأرجنتيني ومواقع التواصل الاجتماعي بالأرجنتين تضرب المثال بالتنظيم المغربي، ومنبهرة للغاية بالاستقبال الشعبي الكبير المنظم للمنتخب المغربي، قائلين: انظروا إلى المغاربة كيف استقبلوا رابع العالم، يا له من تنظيم رائع ومنظم. وفي التفاصيل، انبهرت وسائل الإعلام والإعلاميون في الأرجنتين اليوم بالاستقبال الشعبي الأسطوري لأسود الأطلس بالعاصمة الرباط، وقاموا بمقارنته بالاستقبال الذي حظي به المنتخب الأرجنتيني اليوم بالأرجنتين، والذي وصفوه باستقبال فوضوي غير منظم. وشكلت الصور الرائعة التي جابت ربوع العالم للاستقبال المغربي في بضع دقائق مادة دسمة راجت وانتشرت كالنار في الهشيم في أمريكا اللاتينية إلى أوروبا ثم آسيا وأوقيانوسيا، كلها تشيد بالتنظيم المغربي المحكم لهذا الاستقبال الشعبي الغفير. وهاجم إعلاميون أرجنتينيون مسؤولي بلدهم الذي لم يخصصوا استقبالا بهذا الحجم لمنتخب بلادهم المتوج بكأس العالم. وكتب استيبان لافوينتي الصحفي لجريدة لا ناسيون بأن التنظيم المحكم في المغرب مكن كافة المغاربة من رؤية منتخبهم وتوجيه التحية للاعبين بشكل سلس ومنظم. نصبوا الأسوار حتى تتمكن الحافلة من التحرك بسهولة في جميع أنحاء المدينة. وعنونت الصحف الأرجنتينية في جرائدها بعنوان عريض: نصبوا المغاربة الأسوار حتى تتمكن الحافلة من التحرك بسهولة في جميع أنحاء المدينة، يا له من مغرب عظيم، يا له من هذيان. انظروا إلى الأشياء المجنونة التي يفعلونها في المغرب. وتناقل إعلاميون أرجنتينيون صورا للاستقبال الشعبي والملكي لأسود الأطلس، وهم يوجهون انتقادات لاذعة لمسؤولي بلدهم حول الفوضى التي عمت بوينوس آيرس، دون أن يحظى بطل العالم بمثل هذا الاستقبال الكبير الذي حظي به المغرب رابع العالم. وكتب صحافي ومصور رياضي شهير في الأرجنتين في تغريدة له على حسابه بتويتر قائلا: المغرب قوة تنظيمية أكبر ب1000 مرة من الأرجنتين. وكتب آخر بشكل تهكمي: لقد فازت المغرب على الأرجنتين ب2-0 بهذا التنظيم الخيالي والاستقبال العالمي، فشكرا للمغرب، لقد علمونا درسا في التنظيم.